السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية في كل مكان. ومرحب بكم في فيديو جديد. وصفة اليوم هي بسكويت السابلة بناء على طلب من طلباتكم الجميلة، وإن شاء الله أتوفق في الأيام الجاية أقدر أنزل لكم كل الطلبات اللي طلبتوها مني، ونشوف مع بعض الطريقة وهي سهلة وسريعة. بسم الله. نبدأ بكوب من السمنة. السمنة لازم تكون باردة، بس أنا مطلعاها من التلاجة وما قدرت أنتظر إنه تفك أكتر من كده، فحكسرها لقطع بالمضرب. بعد كده حأضيف سكر البودرة اللي هو عبارة عن تلتين الكوب. وأنا أنصحكم إنكم تستخدموا نص كوب، بيكون أنسب لكل الناس، خصوصا إنه بعدين حنزين بحاجات فيها سكر كمان زي المربى أو الشوكولاتة والحاجات دي، فنقلل السكر بقدر الإمكان. حقلب بالملعقة لغاية ما الخليط يبقى زي الكريمة. بعد كده حنزل البيض. هنا أضفت بيضة كاملة معاها ملعقة صغيرة من الفانيليا. هقلب لغاية ما البيضة تختفي وتتجانس مع الخليط. بعد كده هنزل صفار بيضة، هقلبه كمان. بعدين هنمشي نشوف الخطوة الجاية. يعني الكمية بتاعت البيض هي بيضة كاملة معاها صفار بيضة. هنا ضفت الملح، ربع ملعقة صغيرة من الملح، وهقلب واخلي الخليط ده على جنب. بعد كده هجيب الدقيق اللي هو عبارة عن 2 كوب ونص، معاهم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. هغربلهم مع بعض قبل ما أنزلهم في خليط السمنة والسكر. هنا هدي خليط السمنة والسكر تقليبة سريعة كده قبل ما أنزل الدقيق، واللي حأنزله على دفعتين. أنزل الدفعة الأولى وأقلب لغاية ما يبدأ الدقيق يدخل في الخليط. بعدين حنزل الدفعة الثانية. وهنا من الأفضل إنه أعجن بيدي وألم الدقيق. هو ما عجن لفترة طويلة، بس نلم الدقيق أول ما يدخل في العجينة وتبقى العجينة طرية وناعمة. نوقف العجن، نلم العجينة شوية ونخليها في التلاجة نص ساعة أو ساعة بالكتير. بعد كده حطلع العجينة وحنلقاها قوامها بقى جامد شوية. نديها عجنة سريعة كده عشان تطرى قبل ما ندها. وهنا حنفردها بالنشابة لسمك، يعني لا يكون سميك ولا يكون خفيف شديد، لأنه أصلا بعدين نلصق القطعتين مع بعض، عشان كده القطع ما يكون سميك. حنجيب قطاعة، طبعا تستخدموا أي قطاعة متوفرة عندكم، قلب، مربع، مثلث، أي حاجة عندكم حابين تستخدموها. أنا استخدمت قطاعة وردة، وحرص القطع زي ما شايفين. صف حعمل فيه فتحة من الوسط، وصف حخليه كامل عشان بعدين حتشوفوا طريقة التزيين بتكون كيف. ديل صينيتين خلصتهم. الفرن مشغل على الرفين على 180. حدخل الصينيتين مع بعض، وبعد ربع ساعة من الزمن حأبدل مكان الصينية تحت، أوديها فوق والفوق أجيبها تحت وخليها ربع ساعة تانية. وده شكله أول ما طلعته. وبعد ما يبرد البسكويت بنبدأ بعد كده نزينه بالمربى. طبعا دي مربى بتاعت فراولة، كانت فيها قطع كبيرة من الفراولة، فخلطتها وبقى لونها كده، بقى لونه جميل. بعد كده حاخد المربى وابدأ ألصق القطعتين مع بعض، الواحدة مفتوحة من النص واحدة كاملة. وبعد ما أخلص الكمية كلها حنخليها في حتة مهوية لغاية ما المربى تنشف وبتكون جاهزة. طبعا البسكويت لذيذ، والأولاد ما شاء الله حبوه وخلصوا كل الكمية في يوم واحد. طبعا يدوب عرفت زمان ليه الأمهات بدسوا الأكل من الأطفال. طبعا ده لمصلحتهم ولصحتهم، إنه ندس الأكل ونطلع عليهم على حسب احتياجهم في اليوم. ودي كانت وصفتنا لليوم، أتمنى تكون عجبتكم. لو ما مشتركين في القناة أتمنى تشتركوا
فعلوا زر الجرس. ما تنسوا الإعجاب والمشاركة للفيديو، ودعواتكم لأمي وأبوي بالرحمة والمغفرة. وأشوفكم في فيديو جديد، وصفة جديدة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.